دكتورة جيداء فاروق مكي، أستاذ أمراض المخ والأعصاب والأمراض النفسية، إزيك؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. عاملة إيه؟ عاملة إيه بعد رمضان؟ جميل. رمضان موسم لاضطرابات النوم كلها الحقيقه. صحيح صحيح، كل الناس بتشتكي إن هي بعد رمضان ما عرفتش تظبط نومها، كله طبعا كان بيفضل قاعد للسحور وبتاع وبعد كده ينام. يعني رأيك المفروض كانوا يعملوا إيه؟ اولا هي مشكله كبيره ان في رمضان دايما السحور بعد ما بناكل فالايقاع الحيوي بتاعنا كله بيتلخبط وبيترحل على مواعيد تانية. وبعدين مفيش حد عارف ياخد الشيفت بتاع النوم بتاعه كامل 7 8 ساعات. بيصحوا تاني على السحور او زي ما حضرتك قلت كده بيطبقوا السحور، ودي حاجه مؤلمه جدا. وبيضطروا يصحوا بالذات اللي عندهم مدرسه او عندهم شغل مم. الصبح، يعني كانوا بيضطروا يصحوا. فعندنا شهر كامل من عدم انتظام النوم. فاغلب الناس لاحظت ان في رمضان بعد رمضان يعني في العيد ان هم مش عارفين يقوموا من النوم، بيناموا كتير او بيناموا زياده او بيناموا في مواعيد ملخبطه. مم. هم بيحاولوا يعوضوا ديون النوم اللي عليهم بتاعت الشهر الفضيل يعني. آه بعد رمضان بقى المفروض يعملوا ايه بالتدريج، بس احنا جت الحقيقه تغيير الساعه كمان عاكس زياده في النقطه دي. بالظبط، ده توبيك تاني بقى خالص. راديو ميد. الساعة البيولوجية ده ترم صح؟ يعني اه كلمة ساعة بيولوجية، ساعة بقى دقايق وعقارب وثواني، يعني اه عاملة ازاي؟ دي ساعه موجوده جوه الجسم، ربنا خلقها لنا. مم. اسمه الايقاع الحيوي او circadian rhythm. والكل مخلوق في الارض ايقاع حيوي، مش البني ادمين بس. سبحان الله. يعني مثلا في ايقاع سنوي زي الطيور اللي ليها رحله هجره، ان هي بتهاجر كل سنه في نفس الميعاد وترجع لنفس الميعاد. ده الايقاع السنوي بتاعهم. الايقاع اليومي بتاعنا بقى هو الايقاع الحيوي، وده بيحكمه كذا حاجه. درجه الحراره بتاعت جسمنا، الهرمونات بتطلع في مواعيد وبتقفل في مواعيد. ده فعلا ال- كل حاجه فعلا يعني ما تفرقش بقى تكوني في امريكا، في مصر، في السعوديه، مش فارقه لا، هو يعني. خلقه البشر كده، يعني البشر مخلوق ليه ساعه بيولوجيه من جوه. مم. يعني دايما بتريق بقول لهم دايما بتلاقوا العصافير عند المغرب بتروح تقعد جوه الشجر. مم. ده الايقاع اليومي الطبيعي بتاع المخلوقات، ان انا مع الضلمه ببتدي انام ويصحوا عند الفجر. طب البلاد بقى اللي فيها نهار زياده او برضو نفس القصه عندهم عندهم مشكله ولا؟ اضخم، الناس اللي ما عندهاش غروب او اليوم 24 ساعه نور، دول اللي عند القطب الشمالي اه مثلا بالظبط، يعني. الاسكا، السويد، النرويج، الحاجات دي. بدأوا بقى يعملوا ستاير غامقة جدا ويقفلوا الأوض بدري، وهم يعملوا لنفسهم الإيقاع اللي يخليهم يعرفوا يناموا بصورة طبيعية، لأن عدم انتظام الإيقاع الحيوي ده بسبب أمراض كتير جدا. طب سؤال معلش، يعني دي غده، يعني هل دي مثلا ماده كيماويه، يعني عباره عن ايه برضو؟ يعني مش قادره فين في الجسم هي يعني؟ موجودة في المخ. موجوده جوه المخ. جوه المخ، فجزء اسمه ما تحت المهاد أو الهايبوثالاموس. اوكي. في جزء في جسم كده اسمه الجسم الصنوبري. ده مم. بيفرز الهرمون الشهير الميلاتونين. ايوه. الميلاتونين واحد من الهرمونات اللي بتظبط الايقاع الحيوي، وده حتى في ناس بتستخدمه ساعات للنوم. بس هو بيشتغلش غير في الضلمه، هو بيطلع في الضلمه ويبطل شغله عند الفجر. مم. ده واحد من الحاجات اللي بتحكم الايقاع الحيوي بتاع يعني الجسم. لما بيطلع بننام اكتر، يعني مش فاهم، يعني هو اه بيطلع بيسيبنا فبينام. ننام. اه. وبيبتدي ليه شغلاناته كمان، هو ليه شغل في المخ كمان بالليل. من الحاجات اللي بتظبط الايقاع الحيوي كمان المجهود. احنا بنبذل مجهود امتى، بناكل امتى. يعني مثلا من ضمن الاساطير لازم نصلحها الحقيقه عند الناس، ان احنا المفروض ناكل في مواعيد ثابته. مش دكتور الدايت اللي بيقول لك كده بس، ده كل الناس المفروض تقول لك كده، لان الاكل له علاقه بالنوم؟ اه طبعا مم. ليها علاقه بالايقاع الحيوي. وفي هرمونات، كل حد درس طب او علم وظائف اعضاء عارف ان في هرمونات بتطلع بالنهار وفي هرمونات في الجسم بتطلع بالليل. يعني مم. كل الحاجات اللي ليها دعوه بالنشاط والحيويه والمجهود بتطلع بالنهار اكتر، زي الكورتيزون، زي هرمون الغده الدرقيه، دول بيطلعوا اول النهار. عشان كده الناس اللي بتاخد هرمونات تعويضيه الدكتور بيكتب دايما الدواء ده الصبح مش بالليل. مم. وهي يعني الصبح. حتى داخل في مواعيد الادويه، في بتاعه اه الغدد، اه مش طبعا. بتاعه برضو. طب وهي الايقاع الحيوي ده اللي حضرتك بتقول عليه، اللي هو نفسه البيولوجيكال كلوك ده هو ده او الساعه البيولوجيكال كلوك. البيولوجيه؟ بالظبط هو هو ده. هو اللي بيظبط كل ده، يعني مرتبط بكل عضو في اعضاء الجسم، ده حقيقي. مش بالنوم بس؟ لا، اوكي، هو السنوم سبحان اكتر الله. حاجه واضحه، لان المفروض مم. ان احنا بننام بالنهار وبنصحى بالليل. بس هو ليه دعوه بالهضم، ليه دعوه بالهرمونات، ليه دعوه بالذاكره، ليه دعوه بالمذاكره. المذاكره. راديو ميد. المذاكره والايقاع الحيوي. ده حديث ذو شجون. بالظبط كده. بالظبط. التطبيق بقى، يعني في دلوقتي يعني الناس بتقول ايه، انا بقعد اطبق للصبح، مم. اقعد اذاكر وبتاع، هم بيبقوا مبسوطين، العيال هم بتذاكر، يعني ساعات المشكله في التحصيل مش بالضروره ان يكون تحصيلهم جيد او مش جيد، بس هم اتعودوا على ان هم يفضلوا سهرين للفجر، يفضلوا يحصلوا. تعليقك ايه على الموضوع ده؟ انا كدكتوره شريره ولا كأم شريره؟ تفرق؟ اه طبعا. مم. انا كأم شريره عارفه هما بيسهروا بالليل ليه، مش عشان يذاكروا، عشان البيت بيبقى هادي والانترنت متاح وسرعه الانترنت احسن، فانا ممكن اقعد يا العب نهار ابيض. اكتر. وممكن مش بيذاكروا يعني؟ غالبا لا. مم. والابحاث العلميه كدكتوره شريره بيقول لك، الابحاث العلميه بتقول لك ان الليل والنتيجه بتاعت السهر والتطبيق اقل ساعات المخ بيشتغل فيها كويس هي ساعات الليل.
في ناس الحقيقه بتفسد ايقاعها الحيوي بان هي بتبقى مثبته مواعيد النوم بالمنظر ده، فبعد شويه بعد اسابيع بيبقى ده الايقاع بتاعه العادي. مم. ده على المدى الطويل بيبقى مؤذي في حاجات، يعني على المدى الطويل بيأثر على الصحه بصوره سلبيه. مم. على المدى القصير احنا هنتزنق وهنروح الامتحانات في مواعيد الصبح، فلازم قبل ما اوصل للامتحانات اكون رجعت عدلت نومي تاني، لان لو مخي متدرب ان انا بنام من 6 الفجر ل 12 الظهر، طب انا هروح لجنه الامتحان الساعه 10 او الساعه 9، هروح ازاي الساعه 9 وانا متعود ان مخي في الوقت ده كان بينام؟ لازم اكون محضره مخي من قبلها باسبوع، ب 10 ايام، باسبوعين على الاقل. انا بدات انام بالليل واصحى بالنهار عشان هو يتعلم ان هو في الساعه دي صاحي وبيشتغل مش نايم. طب نرجع بقى لرمضان على كده، الناس اللي عايزه تظبط مواعيدها ترجع قبل ما رمضان يخلص مثلا باسبوع اسبوعين تظبط نومها. في رمضان بيبقى صعب جدا انهم بيرتبطوا بالصلاه، يعني الصلاه والتراويح مظبوط. والعشر الاواخر، يعني العشر الاواخر بيبقوا اتقل كمان من بقيه الشهر للناس مم. اللي بتتعبد يعني، فبيبقى النوم اوحش. لانما مثلا اجازه العيد، واحنا الحمد لله بناخد العيد 3 4 ايام على الاقل مم. اللي احنا ننام لا، فيهم براحتنا السنه دي خالص. كان اسبوع اهو. حبه حلوين يعني ممكن نظبط مواعيد النوم فيهم، فنحاول بقدر الامكان ما نتاخرش قوي في النوم، يعني بدل ما اصحى الساعه 1 2 اصحى 10 11 لا تاني معلش، يعني الميعاد المناسب للنوم. رسمي. اه 10 بس بالليل. هتقولي برضه كأم ولا 10 كدكتورة؟ لا انا بالليل. عايز الحاجه اللي تخلي الناس فعلا، ولو في حاجه مثلا مخصصه للاطفال للكبار مختلف يعني. يعني انا لو عليا الاطفال يناموا مع صلاه العشاء، يا سلام. يعني اللي بيحصل في مصر ده، دي لا يوم، مش دي مصر بس دي الحقيقه معظم الدول العربيه. انا تقريبا ما اعرفش غير يعني 2 3 بس في حياتي اللي اعرفهم حواليا هم اللي ممكن الاطفال يناموا بالليل كده. ده المفروض الاطفال كده يعني مثلا لو العشاء ابتدى 8 يناموا 8 بالليل. بالظبط كده. 8 بالليل. الاطفال الصغيرين اللي هم سن كام لكام يا دكتوره؟ اللي هم مثلا من سنتين، لان مفيش ايقاع حيوي قوي منتظم قبل سن السنتين او سنه، يعني قبل سنه، انما من سنتين لحد ال10 سنين المفروض ما بينامش بعد الساعه 9 بالليل. ليه؟ لان هو مع الضلمه بعد ما ينام الجسم يستريح بتبتدي تطلع هرمونات معينه، منها هرمون النمو، الجروث هرمون. الجروث هرمون ما يفرزش غير في الضلمه وفي مرحله النوم العميق، واحنا ما نوصلش للنوم العميق الا بعد نص ساعه من بدايه النوم على الاقل. لا فدي ثانية واحدة بقى معلش. كلام ربنا كبير، أنا يخليك. عارفة لا ده كلام كلام كبير مكلكع جدا، شوية. نوم عميق وبعد كده أكيد في نوم بقى يعني مش عميق. راديو ميد. يعني هو النوم أنواع النوم مراحل. مراحل. فدي ممكن نتكلم على بغض المراحل. النظر عن معلش يعني الحتة دي، بغض النظر عن نمت قد إيه؟ هقول لحضرتك حاجه هي مختلفه في حاجتين، بس عشان ما اهربش من نقطه النوم. الاطفال أوكي. لازم يناموا بدري قوي. تمام. نرجع للموضوع بتاعنا. الكبار يعني عندك لحد 10 11 حاول تنام قبل الساعه 12، ده المثالي. ابرك نوم او النوم العميق بقى اللي هقول لحضرتك عليه ده احلى وقت اللي من 10 بالليل 4 الفجر، فلازم الناس تحصل حبه ساعات في المواعيد دي. فانت لو مضطر تسهر تذاكر ماشي، اسهر ل 12 ونام، واحده ونام، انما ما تبقاش ضربت اليوم كله لان دي حاجه سيئه جدا. طب انام قد ايه؟ يعني نمت الساعه 10، كل بني ادم غير يعني مثلا هنقول اطفال زي ما حضرتك قلت كده من سنتين ل10، سيبك من سنتين دول رضع بياكلوا ويناموا، انما الطفل اللي في مرحله المذاكره يعني هو بنتكلم من حوالي 10 ساعات. 10 ساعات نوم ده عشان ما يبقاش محروم من النوم ورا بعض، يعني قصدي حتة واحدة. بالليل ما ينفعش اقسمهم. لا، ونوم النهار نوم خفيف، ما يعودليش نوم الليل حتى لو 3 4 ساعات. لا. طب انت بتنصحي بنوم النهار ده يا دكتوره؟ لا، حتى علميا الناب المفروض تكون حوالي نص ساعه. لو حد هياخد غفوه او هياخد قيلوله، نوم قيلوله ربع ساعه تلت ساعه، ده ابرك ما يقعد ينام 3 4 ساعات. لما بينام 3 4 ساعات بيصحوا مش فايقين، بيشربوا قهوه ومش عارفه عشان يفوقوا ويشتغلوا، يقعدوا ساعتين 3 صامدين وبعدين يناموا تاني. وده بيخصم لي من رصيد النوم العميق بتاع بالليل. بيخصم من الرصيد. راديو ميد. طيب حضرتك كمتخصص في امراض النوم، في حاجه اسمها امراض النوم؟ وحضرتك متخصصه في امراض النوم؟ ده في حاجه اسمها طب النوم. طب النوم اصلا مش امراض بقى بغض النظر امراضنا ولا لا، هو في حاجه اسمها طب النوم زي زي البطنه وزي الجراحه وزي بالظبط كده. اوكي. بس هو بيسموه تخصص ثانوي، يعني بعد ما تاخد تخصص في حاجه معينه ممكن تتخصص في طب النوم. وحضرتك كاستاذ في امراض المخ والاعصاب الامراض النفسيه والامراض العصبيه، او الامراض العصبيه والامراض النفسيه، خدتي حضرتك بعد كده ما يطلق عليه طب النوم. ودرسته لفتره طويله جدا الحقيقه، ومجازه ان انا اشتغل في اي حته، مجازه دوليا ان انا اشتغل يعني. مين المريض اللي ممكن يبحث عن طبيب متخصص في امراض النوم يا دكتور؟ مصر كلها تقريبا. وبعدين كلنا عندنا مشاكل في النوم. بالظبط. دي حقيقه. اكثر شعوب ما بتنامش، وبنتفاخر نقول لك احنا مدن ما بتنامش والقاهره ما بتنامش، ده مش حاجه لذيذه يعني. انما مثلا اللي بيحتاجوه اكتر ناس مثلا اللي عندهم ارق، الارق المزمن، الناس اللي ما بتنامش بانتظام ونومهم متقطع، دول اكتر ناس بيحتاجوا. الذي لا يقل عنهم خطوره الناس اللي بتنام على نفسها بالنهار وهي مش قاصده، يعني دي علامه لبعض الامراض الشرسه اللي بتحصل اثناء النوم، دي معناه ان جوده النوم سيئه جدا بالليل، فهو مش شبعان نوم بالليل فبيضطر ينام على نفسه بالنهار.
في فئه ثالثه الناس اللي عندها حركات لا اراديه اثناء النوم، بيتكلم وهو نايم، بيمشي وهو نايم. مشهوره الحاجات دي اللي بيمشي وهو نايم. الشخير يا ده سلام. عدد مرض نوم. طبعا الشخير مرض من امراض النوم، الشخير مش مش حاجه طبيعيه. لوز ولحميه يا ممكن سلام. يكون سبب اللوز مم. واللحميه، مم. ودي الاسباب الاشهر في الاطفال. مم. انما النوم بشخير ده معناه ان النوم وحش، معناه ان مجرى الهواء مش كويس، دي حاجه تستدعي ان انا اروح لحد بيشتغل في امراض النوم. يعني حضرتك تنصحي اي حد عنده مشكله من مشاكل النوم، سواء زي ما حضرتك قلت كده ارق او شخير او طب بينام كتير او بينام قليل، دي برضو يجي طبعاً. المتخصص في طب النوم؟ وساعات كمان بيبقى في اعراض تانية ما بناخدش بالنا منها، زي الناس اللي بتصحى عندها صداع كل يوم، طبعا. او الناس اللي بتصحى مجهده، او مش شبعانه نوم، او ما فيهوش الا مشرب النسكافيه بتاعي، او اشرب مش عارفه ايه بتاعي. ده كل ده اضطراب. ده مش العادي، المفروض اصحى فايق. المفروض اي حد ينام يصحى فايق، ده تقريبا يعني ما فيش حد بيصحى فايق اساسا من النوم، ده هو الواحد لما بينام ويصحى بيعوز ينام تاني بالظبط كده. ويدروخ ويبقى عنده صداع ويدخل. ونصيحه تانية كمان، لو ظبطتوا المنبه او التليفون او كده عشان تصحى من النوم، ما تعملش سنوز. يا صحيت، نهار ابيض. قوم، ما تحاولش تدور على النوم تاني، ده وحش قوي، يبقى نوم وحش قوي اللي بعدها ده. يا نهار، دي مفاجاه. يعني طب 5 دقايق واصحى و5 دقايق واصحى، الكلام ده مش موجود. بتصحى حاسس انك مضروب على القلب، مش مظبوط. انك فايق. مظبوط. يا نهار ابيض. طب يعني حضرتك هتقدري انك انت لو انا عندي الحاجات دي تقدري تشخصيني وتقولي انا عندي ايه، او هتظبطيني ازاي يعني؟ في حاجات اعتبريني مثلا مريض عندك، هتظبطيني ازاي؟ بعد الشر لحضرتك الله أولاً، يخليك. انما لا اصل ده حضرتك بتقولي يعني اتفقنا تقريبا كل الناس اللي بتسمعنا حتى دلوقتي، اعتقد كلنا عندنا 1 أو 2 أو 3 من اللي انت قلت عليه، من سواء الأعراض كنا دي. اطفال او كبار، كل الاعراض دي عندنا. وانا حاسه كمان لما بتكلم في مصر بقول لهم كلام مفاجاه جامد قوي، ان مش العادي. عارفه ليه يا دكتوره؟ اعتقد جزء منه لان احنا اتعودنا على ده، يعني بالنسبه لنا مش حاجه غريبه، زي التطبيق كده خلاص اتعودنا عليه، زي الشفتات الليليه، وهندخل على الموضوع ده لان اتسالنا كتير فيه، حته اظبط شفتاتي ازاي مع نومي، مع يعني حضرتك فاهمه قصدي. انما طبعا يعني حته الدراسه مهمه ان احنا نعرفها، حته الشغل، لان معظم حتى الستات دلوقتي ما بيبقاش معظمهم بقوا ستات عاملات، فمش عارفين يظبطوا وقت نومهم، خصوصا لو هي عندها اطفال، فالحته دي توبيك يعني فيري هوت ان احنا نتكلم عنه علشان فعلا الناس تستفيد. راديو ميد. طيب ارجع بقى لحته الساعه البيولوجيه وعلاقتها بامراض النوم او بطب النوم، هي ليها علاقه مباشره؟ طبعا دي واحده من فروع طب النوم، يعني طب النوم فيه تخصصات جواه كمان، فاضطرابات الساعه البيولوجيه او اضطرابات الايقاع الحيوي ده جزء من امراض النوم. ده تخصص ادق كمان جوه الموضوع. الناس اللي بتيجي تشتكي في حاجات بناخدها، لازم ناخد التاريخ المرضي، بياخد ادويه ايه، بيشرب كافيين قد ايه، بيشرب باور درينكس ولا لا، الحاجات دي كلها بتاثر على النوم. يعني بنسال على حاجه ليها دعوه مثلا باللايف ستايل اكتر. ده التاريخ المرضي. وفي حاجه اسمها تاريخ امراض النوم، بناخد التاريخ المرضي لامراض النوم. الجزء الثاني ساعات بدي العين واجب، اقول له دون لي مواعيد النوم، او ادي له جدول كده يدون لي مواعيد النوم على فتره طويله، اسبوعين لشهر، ونرجع نظبط بقى المواعيد بتاعه النوم اخبارها ايه. في حاجات بنحتاج لها تحاليل، وفي حاجات بنحتاج لها حاجه اسمها دراسه نوم او رسم نوم. رسم نوم بيترسم هو يعني ايه مش رسم؟ بنرسم العين نفسه، انما بنرسم اللي بيحصل في دماغه. يعني احنا بنرسم المخ، نعمل رسم مخ ورسم للعضلات ورسم للتنفس ورسم كمان لعضلات معينه عشان الحركات اللا اراديه. منها بنعرف خريطه النوم بتاعته شكلها عامل ازاي بالليل، ومنها كمان ان احنا بنشخص فيه مرض من امراض النوم معانا ولا لا. ودي حاجه يمكن اكتشافها بسهوله من خلال دراسه النوم. ممكن اكتشافها طبعا تشخيصها بسهوله. يعني جهاز بيركب على المريض مثلا وهو نايم؟ جهاز مش مؤلم وما فيهوش ابر، ومش بنديله حاجه تنيمه، هو بينام نومه الطبيعي وفي ظروف النوم الطبيعيه في مواعيد النوم الطبيعيه. والجهاز بيعرف انه نام؟ احنا بنقفش الحاجات دي بسهوله. يا سلام. بتعرفي تقدري في الريبورت اللي بيطلع بتقدري تحللي هو نام قد ايه، وتطلعي معلومات ايه بقى دكتوره؟ مثلا يعني طبعا مش عايزين نعقد الموضوع على الناس، لان مثلاً الموضوع بالنسبه لي هلامي، لان النوم بالنسبه لي خلاص واحد بينام ويصحى، انما ما حدش عمره فكر بنام ازاي سبحان الله. النوم ده نعمه كبيره مظبوط، بالذات النوم بالليل زي ما انت بتقولي كده. والنوم مراحل. يعني احنا بندخل في حاجه اسمها نوم خفيف، وبعدين في نوم عميق، وبعدين في نوم الاحلام. فالحقيقه احنا بنمشي في المراحل دي كذا مره بالليل عشان برضو ما اعقدش الدنيا على الناس، يعني دي زي دوائر بتلف. وكل دايره او كل نوع من انواع النوم ليه وظيفه معينه المخ بينفذها او بيستفيد منها. يعني نوم الاحلام ده من الحاجات اللي بترمم الذاكره، من الحاجات اللي بتحسن الذاكره جدا. فالناس اللي ما بتنامش كويس بالليل عندها مشاكل دايما انها تجمع وتجيب الكلام بسرعه. انا عارفه اني بدوس على الجرح والله. مش بس كده، انت بتقولي حاجات بتفتح مواضيع تانية. يعني الاحلام دي قصه. الاحلام دي قصه. في ناس بتيجي تقول لي ايه انا بحلم، يعني سمعت ناس من قرايبي، ناس من صحابي، عمري ما حلم او ما حلمتش كتير او نسيت يعني في ناس ممكن ما تحلمش. مش هيحسوا بيها، يعني احنا ما بنفتكرش غير الاحلام اللي بنصحى فيها. يعني احنا كلنا بنحلم، بس لو واحد قال انا ما حلمتش مش معناه انه ما حلمش، هو مش قادر يتذكر الحلم. وحاجه ثانيه،
في بعض الناس افقر في الاحلام، يعني في ناس احلامها قصيره او عدد احلامها اقل، بس الطبيعي ان كل البني ادمين بيحلم، كل مخلوقات الحياه بتحلم. كل المخلوقات بتحلم، طبعا الحيوانات بتحلم. ده في طب نوم بتاع الحيوانات لوحده، ده ملكوت تاني خالص. يا نهار ابيض. واحنا بنقارن ساعه بنقارن نوم الحيوانات بنوم البني ممكن آدمين. الحيوانات تكون بتحلم بينا برضو. وارد طبعا، او خايفه طالما احنا مننا برضه بنحلم زي ما بيهم، احنا بنخاف طالما احنا منهم كده، بنحلم بيهم. فبيخافوا مننا برضه. راديو ميد. طب وهل معلش يعني حته الاحلام دي، الكوابيس ليها علاقه بجوده النوم؟ احيانا هو الكوابيس هي الاحلام السيئه، مم. ودي بتبقى ساعات مع بعض الامراض المزمنه، زي امراض يعني في بعض الامراض النفسيه بتزود الكوابيس جدا، في بعض مم. الامراض العضويه، امراض القلب من الحاجات اللي بتزود الكوابيس. فدي من الحاجات واللي بيحصل في الكابوس الجسم بيحس بيه حقيقي، يعني الم او التوتر او العرق او نشفان الريق، هو الجسم حاسس الكلام ده فعلا جوه الكابوس. تكرار الكوابيس مرض، انما الكوابيس في حد ذاتها ظاهره طبيعيه كل الناس هتعدي عليها. يا سلام، يعني الكوابيس ظاهره طبيعيه؟ يعني لو حلمت بكابوس ما تضايقش؟ لا، انما لو كتير بقى، لو كل احلامك كوابيس دي حاجه تقلق. بتعكس حاجه معينه في الجسم، مرض يعني. ممكن. يا سلام، يعني انا ممكن من تكرار الكوابيس اللي عندي يبقى عندي مرض انا مش عارفه، وبالتالي لازم ارجع لحد متخصص امراض في طب النوم او النوم. الامراض النفسيه. ده كلام خطير قوي يا دكتور. والكلام ده موجود في مصر من امتى يا دكتوره كتير. جيدة؟ احنا عندنا ناس علماء الحقيقه في مصر بيشتغلوا طب النوم بقالهم فترات طويله، مم. ومستواهم العلمي مبهر، منهم من فقدناهم للاسف مثلا، ومنهم لسه موجودين واكتف. لا، وعندنا اكسبرتس، يعني عندنا في مصر مجموعه من الخبراء، وفي محافظات مختلفه بيشتغلوا طب نوم كويس جدا بيشتغلوا طب النوم كويس جدا، جدا. وبيعملوا تاثير فعلا ان المريض يحس ان هو نومه اتحسن او ارقه قل. يعني مش لازم بقى يروح لدكتور نفسي او يبلبع بقى اي دواء من الادويه اللي في بعض بتنيم. امراض النوم مش بنحتاج ادويه اصلا، مش بنحتاج ادويه، ده احنا بنعرف اريح نعالجها لنا ان احنا ما من نديش ادويه. فعلا. كل الفكره بس انه يجي لك يقول لك انا عندي كذا وانت عليك الباقي. ساعات بتبقى سهله وساعات ما بتبقاش سهله بالذات الحالات المزمنه. مم. يعني احنا عندنا تعريف اسمه الارق المزمن، اي حد بقاله 3 شهور مش عارف ينام، دي حاله صعبه مش حاله سهله. حاله صعبه. متهيألي علاجها بيبقى ادويه. طويل ولازم ندور ايه اللي بوظ النوم لدرجه ان احنا نقعد 3 شهور ما بننامش. طب الحاجات دي يا دكتوره بتبقى يعني هل ممكن يكون الوراثي المرض ده مثلا؟ قليل الحاجات اللي فيها وراثيه، بعض الامراض النادره الجينيه موجوده، مم. اضطرابات النوم، بس مش الاغلبيه، يعني لسه نادره جدا يعني، بتبقى حاجه مكتسبه، او معظمها مكتسبه، يعني حاجه ومعظمها لازم انا العادات اكون انا حاجه حصلت لي انا شخصيا، مش بالضروره يعني اهلي او. بالظبط. مم. في حاجات بتبقى لطيفه دمها خفيف، مثلا زي اللي بيتكلموا اثناء النوم، ان فيها يعني ليها جين، يعني ليها يا جين، سلام. وبيبقى دايما من ناحيه الاب، يعني كان بيقال ان دايما من ناحيه عيله الاب ان لو هو بيتكلم وهو نايم ابنه هيطلع بيتكلم وهو نايم، او بنته ممكن تطلع بتتكلم، ودي حاجه مش مرضيه قوي، دي مش حاجه خطيره، مش مرض يعني. لا. يعني اللي بيتكلم هو نايم او بيمشي وهو نايم غالبا ممكن ما يكونش غالباً، مرض. بس بنستبعد وجود مرض تاني. يعني الاول لازم يجي لك تحددي اذا كان مرض ولا لا، وبالتالي هتسيبيه عادي كده ونستبعد ان يتعامل مفيش مرض وخلاص. تاني، ان في امراض تروح عامله الحكايه دي، او ما كانش بيتكلم وهو نايم بدا يتكلم وهو نايم، ودي بتبقى خطر قوي بقى في كبار السن، يعني دي بتبقى علامات لبعض الامراض المقلقه. يعني حتى امراض النوم مختلفه طبقا لكل سن. السن. طب الجندر او الجنس تفرق فيه؟ شويه، دايما الستات بيشتكوا اكتر زي ما حضرتك عارف. لا، هو يعني الستات بيشتكوا اكتر عموما، بس حتى في اضطرابات النوم اكتر. الارق، يعني الحالات اللي عندها ارق مم. كتير بيبقوا ستات، مم. يعني ده حتى الدراسات العالميه، خصوصا ان في مشاكل خاصه بقى بالستات لوحدهم. مم. يعني مثلا في ناس عندها مشاكل حوالين الدوره، يعني لما يجيلها الدوره بتنام زياده او بتنام اقل، او بيجي لها كوابيس. في اضطرابات نوم بتحصل للحمل، في اضطرابات نوم بتحصل عند سن القياس او انقطاع الطمث. دي من الحاجات دي سبيشال انتيتي، او دي وحده خاصه مش زي عموم البشر، يعني الستات زي عموم مشاكلهم البشر. كتير زي ما حضرتك عارف. مظبوط. راديو ميد. لا، هو اللي انت حضرتك بتقوليه ده في حته ان تقريبا معظم الناس عندها مشاكل في النوم، او ممكن يكون اتعود على كده فمش عارف ان دي مشكله، بس هي في حد ذاتها ممكن تبقى مشكله. لو عالجها اكيد هيتحسن وهيحس بفرق. طبعا بتفرق كتير في جوده الحياه. انت عارفه يا دكتوره جداء، حلوه قوي ان امراض النوم تبقى مرتبطه بحد مخ واعصاب، او امراض مخ واعصاب او نفسيه، لان غالبا كلنا ما حدش عمره بيقول ان لو عندي اضطراب نوم اكيد هو نفسي، يا مشاكل بمر بيها فمش عارف انام، او بهرب. يعني كتير قوي بيقول لي انا بهرب بالنوم، يعني انا بهرب من المسؤوليات مثلا بالنوم، او من المذاكره او من الامتحانات. بنشوفها كتير قوي في الاطفال، او يمكن عائلاتنا كلها اكيد عندنا اطفال او ناس في سن المذاكره بيقول لك انا بيهرب من النوم. هل ده صح كلمه بيهرب بالنوم دي؟ طبعا هو نفسيا قصدي، كعلميا. الدفاعيه العظيمه الحقيقه. ان انا مش عايزه افضل افكر، انا مش عايزه افضل اواجه الحاجات دي، فانا هنام. وساعات بيبقى فرط النوم علامه من علامات الاكتئاب.
اوكي. وساعات بيبقى علامه لامراض تانية زي الامراض الصدريه. يعني في ناس اللي عندها انسداد تنفسي اثناء النوم، اللي هي بتشخر كتير وهي نايمه او نفسها يتقطع وهي نايمه، بتنام غصب عنها، وده مش بيتدلع، ده هو غصب عنه بيقع وينام. مم. فهي بتبقى معقوله لحد ما توصل لمراحل كبيره، فبيبقى في خطر، يعني بالذات الناس اللي بتنام وهي سايقه، دي حاجه خطر جدا على الطريق. طبعا. راديو ميد. طب دكتوره في مجال العمل مثلا الناس اللي بتاخد شيفتات، التمريض، الدكاتره، العمال اللي في المصانع، الكلام ده بنلاقي دايما في ورديات بتبقى دايما 24 ساعه او اكتر. الناس ممكن ما تكونش عارفه المفروض تظبط شيفتاتها ازاي. انا غالبا مش ممكن، ده اكيد انا بالنسبه لي اعتقد انا كطبيب او كدكتور يعني متفاجئ بالكلام اللي حضرتك بتقوليه، ما بالك بالناس اللي ممكن ما تكونش فاهمه ان في علم اسمه طب النوم او امراض النوم. في حل في ان انا اظبط شيفتاتي؟ هل في حاجه اسمها شيفت صح وشيفت غلط؟ في طريقه في. لتظبيط الشفتات طبعا. مم. هو الناس اللي بتشتغل شيفت ورك دي حاجه مهلكه جدا للصحه، وبينصح دوليا ان ما يتعملش، يعني نحاول نقلل بعد الثلاثينات ان الشفتات تبقى ملخبطه او كتير. طبعا نظرا لظروف العمل في مصر في مجالات كتير بياخدوا شفتات ورا بعضها، فساعات مم. بنحاول ننظم الشفتات بحيث ان هي ما تبقاش مجهده جدا للصحه. يعني ما ينفعش الشفت يبقى يوم ويوم ويوم، يعني يوم سهر، يوم بعد الظهر، يوم بالنهار. مم. اللي يسهر يعني ياخد شفت السهر لازم تاني يوم ما يشتغلش، يعني بره ده خلاص بقى قانون، اللي بيسهر ليل ما ينفعش تاني يوم يشتغل بالنهار. ولو انا هظبط له شفتات سهر احاول لو هو مضطر اشغله كتير شفتات سهر، يعني الصح ان انا اديله شفت السهر ده مره في الاسبوع. انما لو هضطر اكتر من كده هروح حاطط شفتات مثلا اسبوع على بعضه سهر، وياخد بعديه فترات راحه، يعني الاسبوع اللي وراه اوف، بعدين ارجع له يعني حتى ما يشتغلش الصبح ولا بعد الظهر، خالص. يعني لو اشتغل بالليل ياخد اجازه. ده الصح. طب اجازه يعمل فيها ينام مثلا؟ براحته، بس يا يظبط لي سلام. الايقاع الحيوي تاني في ال3 اسابيع الجايين لحد ما نرجع ناخد شفت الاسبوع ده تاني، لان ده على المدى الطويل اثبت ان في ناس بتصاب بامراض في سن صغير. يعني احنا دلوقتي بنندهش ليه ناس بيجي لها ازمه قلبيه في سن صغير. مظبوط، جلطات، ولسه سكر- حتى سكر في في عز حد الشباب وضغط في مصطفى عز كان الشباب. ممثل برضو كان بيقولوا جاله، ده كان حق. حد الله يرحمه حسين ليه لسه هي عنده دي بس تقريبا من عنده الحاجات اللي 42 كانت سنه. بالنسبه مم. لي مقلقه جدا الحقيقه، مم. لان هو انا مش عارفه انام. انا فعلا. مش عارفه انام، في لينك قوي جدا بين امراض النوم واضطرابات كثيره جدا، منها اضطرابات جلطات القلب او جلطات دي الرئه. مفاجاه دي، يعني ممكن اضطراب النوم يؤدي للموت؟ اه ممكن. وفي حاجه اسمها اضطرابات الوفاه اثناء النوم. في ناس بتنام بتموت وهي نايمه، والناس مبقاش عارفه الكلام ده حصل ليه. مم. احيانا يعني من وجهه نظر طب النوم ساعات بيبقى فيه تفسير، واحيانا ما بنلاقيش تفسير، طبعا كله بامر الله. انما لا طبعا عدم انتظام النوم ولخبطه النوم الجامده هي تؤثر سلبا على الصحه. مش قله النوم لوحدها، بس لو اجتمعت بقى مع التدخين، مع البدانه، مع ان احنا بناكل سكر كتير، مع ان احنا في ضغوط مستمره، طبعا ضغوط كتير جدا. يعني حضرتك قلتي 5 6 حاجات كلها، يعني تقريبا ما فيش بيت يخلو من. حد بيشتكي من حاجه، يعني الضغوط كلنا متعرضين لها. مظبوط. لا هي مجموعه عوامل حضرتك قلت عليها غالبا بتلاقيها في ناس كتيره يعني لو جمعوا على بعض حوالينا كده فدي حاجه قاسيه جدا. ومتجمعه، يعني في كلنا، وطبعا مع الحياه المدنيه السهله والرفاهيه والنت والموبايلات والقعده الله على ينور على المكاتب حضرتك. والكلام ده دي اكيد واحده من مؤثر. اكتر الحاجات اللي اثرت على جوده النوم. راديو ميد. طب ان انا امسك الموبايل كده قبل ما انام كده عشان اريح دماغي واظبط كده، اتفرج على حاجه، اغنيه، فيلم، بتاع، لحد ما اروح في النوم. ما انصحش. كل ما فتحت شاشه فالشاشه عباره عن ضوء ازرق، مم. البلو لايت عدو النوم مم. وعدو التركيز على فكره. يعني كل ما نقعد على الشاشات كتير كل ما تركيزنا وطاقتنا بتتسحب، انما كل ما كان الضوء ازرق كل ما كان النوم اسوأ. الشاشات الاصغر هي الاكثر ادمانا، ده العلم اللي بيقول، مش انا اللي الشاشات بقول. اللي هي يا دكتوره معلش؟ الاصغر الاصغر. اكثر قابليه للادمان. يعني حضرتك ما بتشوفش حد ماسك اللابتوب تاب بتاعه أو وماشي بيه طول اللاب، النهار، مظبوط. انما إن الموبايل اسهل كتير. عشان اسهل. مم. يعني ما تنصحيش ان حد يعني يدخل بقى على الفيسبوك ويشوف الدنيا ماشيه ازاي على بال ما ينام، بس مش بلاش بدل ما الاخبار اللي يقرا. تحرق الدم. مظبوط، لا، دي برضه حاجه دي تانية نقطة دي. مهمة يعني. اه وتاني لا خلاص ممكن اشوف الكلام ده وبعدين ساعة قبل النوم، طبعا هو بينصح بساعة قبل النوم، بس يعني على الأقل نص ساعة اني ما بمسكش التليفون وما بمسكش التليفون في السرير. مم. ولو النوم اتقطع بالليل مش أول حاجة تعملها انك تفتح وتبص على التليفون برضو يعني لا قبل النوم ولا أثناء النوم. اثناء ويا النوم ريت ما طبعا تبقاش أول أكيد حاجة لا. تعملها أول ما تصحى الصبح. طب دي مش الموبايل حاجة جنبي، غلط. طب هعمل ايه؟ ما انا ما ببقى قاعد تحطوش ببص جنبك. عليه، ما طلعه بره ينفعش، الأوضة. لازم ابص عليه طلعه يعني. بره الأوضة. ببقى خايف يكون ده الواحد لما النت يفصل عنده شويه بيبقى قاعد اصلا متنرفز ومتدربك. ليها اسم علمي فعلا. بس مش عايزين نقول عنه. اسم بجد والله. راديو ميد. اسمها نوموفوبيا. نوموفوبيا. نو موبايل فوبيا. بمعنى ان انا خايف ما بقاش متوصل بالانترنت، انا خايف ما الاقيش تليفوني، انا تليفوني فصل شحن،
انا مش عارفه امسك التليفون دلوقتي، انا حد خد التليفون مني. الامهات عارفين الحركه دي كتير، والابهات لما بتسحبوا ده التليفون بالعقاب من على الاولاد. فكره، العقاب طبعا ده من مظبوط. انجح العقوبات مع المراهقين، اه لان انت هتزعله بايه تاني؟ مفيش حاجه بتزعله خلاص. بتسحب منه التليفون وتشوف صور عارمه. ده عرض ليه اسم دلوقتي. له اسم حاليا. يعني طب تنصحي اللي عنده ما في يعني يروح لدكتور مثلا او كده، او طبعا. نعمل ايه؟ بس دي هي تاني مشكله هو غريبه. باقي العالم كله، مش احنا بس، مش مظبوط. اولادنا بس، مش كبار بس، مم. لا كله بقى مصاب بهذه الحكايه دي. فطبعا كل ما فككنا ارتباطنا بالاجهزه كل ما حياتنا بقت اسهل واحسن كتير. ودي اعتقد دلوقتي هي مش هتبقى صعبه متهيألي في وجود الاستعانه بمتخصصين زي حضرتك، انما هتبقى يعني صعبه اكيد، لان الاب او الام عشان يعاقب ابنه او بنته انه ياخد الموبايل هو نفسه ما يحبش حد يعمل كده معاه، فهو بس لا ملاحظ فعلا ان هي دي اداه جيده جدا لان الطفل مش يلتزم يعني. مثاليه بس يعني. مم. بس حاجه تانية كمان، ما ينفعش الاب والام ياخدوا منه الموبايل وهم قاعدين على الموبايل. زي ما بيقولوا ما تدخلش انا سجاير ولا بعاقب السيجاره نفسي في بقى. بقي، السيجاره في بقي ما ينفعش اعمل حركه مظبوط، زي دي. القدوه لازم الاهل يكونوا وقبل قدوة. ما اسحب منه التليفون، ايه البدائل اللي انا وفرتها عشان اشغل له وقته؟ لان هم صح. طاقه صح. حركيه لا تنتهي مظبوط. وطاقه ذهنيه عظيمه. مظبوط. ايه البدائل؟ قبل ما ابتدي اعاقب لازم يكون عندي خطه ادخال البدائل. مم. انا مثلا في الخناقات اللطيفه اللي بسمعها دايما مع الاهالي، يقول لك انا هسحب منك، يقول لها هخش انام. نام يا حبيبي. انا النوم بالنسبه لي حاجه جميله جدا، انت لو نمت ابرك ما تقعد على التليفون بكتير، يعني ده مش عقاب، دي حاجه كويسه. ده لو تاخد نام، نفسك. بس ممكن لو يقعد على نام. السرير برضه على الموبايل، ولا لما لو ياخد اتسحب الموبايل. منه الموبايل هدخل انام بس مش عارفه ايه. نام يا حبيبي، النوم ده حاجه كويسه مش حاجه وحشه. طب لو حط الموبايل يسمع بيها اغنيه بدل ما يشوف، ده ممكن؟ لو بيسمع ما مش حاطط الشاشه قدامه يكون احسن. حلو، اهو لقينا ايه حل، ان يا جماعه اسمعوا بدل ما تشوفوا، صح كده يا دكتوره؟ وده طبيا وعلميا ارحم. تمام. مم. مم. راديو ميد. وعلى فكره احنا بنسمع واحنا نايمين. دي مفاجاه تانية. السمع من الحواس اللي شغاله واحنا نايمين كويس جدا. احنا بنسمع واحنا نايمين. بدليل المنبهات كلها بالصوت. يا سلام، مظبوط. بس مش انه من عارف ان اول المعلومه ردة. دي هتوصل مش من اول، وكل واحد ونومه طبعا. في ناس آه. نومها تقيل، في ناس نومها خفيف. بس المنبهات كلها بالصوت. يعني الجرس دمه تقيل كده عشان الناس تصحى. يا سلام، بنسمع بس مش بنفتكر لما بنصحى احنا سمعنا ايه. هو عدى على المخ والمخ شغال ومش هيستجيب مع كل حاجه. يعني النوم مش غيبوبه ومش فقدان للوعي. بالعكس احنا واحنا نايمين بنستجيب للالم. بدليل ان في ناس بتروح الحمام مثلا. لا احنا في حاجات بنستجيب ليها بس بنسب معينه. والمخ عارف يشتغل ازاي. المخ بيفضل شغال طول الليل ما بيطفيش، ما بيحصلش شات داون، هو مش كمبيوتر بيفصل. فدي من الحاجات برضو اللطيفه. دي حاجات خطيره، يعني الواحد بيسمع وهو نايم بس ما بيشوفش طبعا. بيشوف الصور اللي في ذهنه بس مش بيشوف بصرا لانه بيقفل عينيه. مش بعينه، زي هي بيشوف بمخه يعني، او ما بيشوفش بعينه. راديو ميد. سبحان الله. الطيارين يا دكتوره اللي بيسافروا بيبقوا دايما بيتجولوا حوالين العالم، او بيبقى عندهم مشكله عندهم برضو مشاكل في موضوع الساعه البيولوجيه. دول بقى بيتعمل لهم اختبارات معينه كمان عشان يطمنوا ان هم ما يناموش بسرعه. يعني ده لو شخص سريع النوم ما ينفعش يشتغل طيار. وهذه الاختبارات موجوده على فكره، هي مش معتمده قوي في مصر في حاجات كتير، انما بره موجوده كتير جدا جدا جدا. وهم من اهم الاماكن اللي بتحدد وبتقنن. يعني مثلا الولايات المتحده وانجلترا بيقننوا اللي هيسوق عربيه لمسافات طويله، او بيسوق عربيه ضخمه، او بيركب او بيسوق طياره، بيتعمل لهم اختبارات النوم قبل ما يقبلوا في الوظيفه. دي هتحدد هو مش هيعمل حادثه، مش هيدخل في حاجه، مش هيعرض حياه الناس التانيه كمان للخطر. فهم بتعمل لهم كمان الجداول او شفتات الشغل بهذه الطريقه المحترفه، بحيث يعني ممكن الدكتور يقعد يظبط جداول مع الاتش ار مثلا، او مع طبعا ممكن جدا يستعينوا، ممكن يساعدوا الدكاتره. وحدثت احيانا، بس عاده بتبقى شركات دوليه هم واعيين للنقطه دي او واعيين للمشكله دي. تمام. طيب راديو ميد. دكتوره جهداء، نرجع تاني بقى لموضوع الساعه البيولوجيه والتوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي والصوت الصيفي والصوت الشتوي والكلام ده اللي بيقولوه ده. بمناسبه الصيف والشتاء مش عارف ليه دايما بيعملوا فروقات ما بين يعني اللي اعرفه في الفروقات اللبس، انما حتى في التايم. وعلى فكره في ناس مزاجها بيظبط في الصيف، وفي ناس مزاجها بيظبط في الشتاء. في ناس نشاطها اكتر في الصيف، وفي ناس نشاطها اكتر في الشتاء. دي فروق شخصيه بين البني ادمين. ايوه. تغيير بقى الساعه ده، وخصوصا ان احنا بقالنا سنين مثلا اكتر من 10 سنين مش مطبقين النظام. مش مطبقين النظام ده. ففي جيل يا عيني صغير متعذب، بالذات الصغيرين ده في جيل اول مره يعدي عليه تغيير الساعه. مظبوط. فدي بتبقى عكنانه جدا بالنسبه لهم. بس هو المفروض احنا ممكن نتكيف على هذا الكلام في خلال اسبوع ل 10 ايام. انا لا يعني كل حد اكلمه في الموضوع ده يقول لي انا مش عارف، في حاجه غلط، مش مظبط، مش فاهم هم ليه عملوا يعني. وفي حركه ذكيه بتعملها دايما الحكومات، يعني ان هي بتعمل الكلام ده في اليوم الصبح اجازه.
فعلا وده اللي حصل. احنا يوم الخميس تقريبا صباح الجمعه كان عشان لو حصل اي حاجه باظت تاني يوم. وحضرتك اكيد لاحظت مثلا في مؤذنين اذنوا في ساعه غلط، في ناس راحت مظبوط. شغل في كان في مواعيد حاجات غلط. كوميكس يعني في برضو حاجات كده. لا كانت في حاجات فعلا مسليه جدا انا لحد يعني. دلوقتي مظبط ساعتي على القديمه عشان احس ان الوقت فيه بركه. كله يقول لك الوقت ما فيهوش بركه، انا حاسس ان اليوم بيعدي بسرعه. ما هو عشان احنا مش بنعمل حاجات كتير صح في اليوم فبيتسرق مننا بسرعه. بيتسرق مننا. بس هو الايقاع الحيوي في فرق بين الصيف والشتاء، بدليل ان احنا معظمنا بينام في الشتاء احسن او بينام في الشتاء اعمق. ما بنسهرش كتير، مفيش سهرات كتير شتويه، في سهرات صيفيه كتير. مظبوط. والجو هتبقى يعني بارد فالواحد بيحب يتدفى. بالظبط. ممكن. راديو ميد. طب هل ألجأ لطبيب بيظبط لي نومي لما نغير مثلا الساعة لما يحصل؟ يعني لو هل لقيت ان تنصحي حياتي بكده؟ تاثرت، يعني تاني الانسان كائن سريع التكيف، فلو مم. انا كيفت بسرعه وما عنديش مشكله فخلاص انا مكمل بقى وهظبط في خلال الاسبوع، هستحمل الاسبوع الاولاني. احاول ان انا ما ارحلش النوم جامد، يعني احنا دايما اخرونا الساعه، بدل الساعه 12 بقت الساعه 1. بالظبط. فانا اتحركت، انا كنت بنام 12 لقيت نفسي بقيت 1، فانت سرقت مني ساعه نوم. ومش هعرف اعوضها الصبح. الصبح بالظبط كنت هصحى 8. الساعه 8 اللي هصحاها هي 7 بتاعتي بتوقيت دماغي. مظبوط. هذه اللخبطه بتوقيت دماغي عامل زي المدن دي، بالظبط. بتوقيت القاهرة، بتوقيت اسكندرية، بتوقيت دماغي. طب وتوقيت الدماغ ماشي مع اللي انا اتكيف عليه، مش ملوش علاقة بان انا فين. لا، ما انا لو سافرت في حته يعني دي برضو من الحاجات اللي بتظهر عندنا كتير، الجات لاج. الناس اللي بتسافر عبر اوقات، يعني مثلا اتحركت من التايم زون او من الوقت في مصر مثلا، رحت اندونيسيا او رحت امريكا، ففي فرق في عدد الساعات، فالساعه البيولوجيه بتتقلب، بيقعدوا اول 3 ايام مأساة. ودي من الحاجات اللي ممكن نستعين فيها بادويه تظبط. نظبطها بادويه. طيب يعني النوم يعني طلع كده النوم ده طب، ده علم اسمه علم النوم، وفي امراض مخصوصه للكلام ده زي حضرتك ذكرتي جزء اعتقد منها زي الارق وزي التنفسي اثناء النوم. بالظبط. وده بيجي غالبا للناس اللي بتبقى عندها، بتيجي غالبا للكبار، مش من يعني ما اعتقدش من ده على ده. يعني انسداد تنفسي اثناء لا، هو الحقيقه طب النوم ممكن يجي في اي سن، اي مرض ممكن يجي في اي سن. احنا بس بنكون اكثر حذرا في الكبار في السن عشان ده بيبقى مصاحب لامراض اخرى، او محدش بيجي لنا بالنوم لوحده، يعني عندنا سكري، عندنا ضغط، عندنا مشاكل في القلب، فبنبقى دايما واعيين اكتر ان ما عنديش مشكله. وفي حاجات بتحصل مع الامراض النفسيه، في حاجات بتحصل مع امراض الشيخوخه، يعني في حاجات مثلا زي خرف الشيخوخه ليه مقدمات في النوم، بتلاقي نومه اتغير زاد قل. هو عموما اللجوء للمتخصص، يعني المتخصص في طب النوم زي الدكتور جلال فاروق مكي بيبقى اعتقد مهم، لان احنا مش عايزين نعمل حاجه غلط او نعتمد على حد يدينا دواء معين بناء على تجربته. اعتقد دي برضو من الحاجات اللي ممكن. راديو ميد. الطب الشعبي، انت جيت على جرح جامد. الطب الشعبي في الطب النوم، يعني فيما يخص النوم خطر جدا. في ادويه قاتله حتى لو نفعت مع حد يعني. طبعا نفعت مع زميلي ممكن ما تنفعش معايا. معلش، هو كلنا بنلبس نفس مقاس الجزمه؟ لا. انا ممكن ابقى 42 وحد تاني الله ينور عليك. هل كلنا نفس الذوق في الاغاني او في الهدوء؟ لا او في الاكل؟ يعني عشان الاكل بيعجب ولادي هيعجب ولادك؟ لا. صح. ده في الذوق وفي الفروق الشخصيه. ايوه. فبالك بالادويه، انا ممكن الدواء اللي ينفع مع فلان يبقى مؤذي جدا للعلاج، يجيب حساسيه للشخص الثالث ويموته. فما ينفعش ان احنا نوصف ادويه مننا لنفسنا، وما ينفعش الصيدله يوصف الادويه منهم لنفسهم، لان تاني هم يعني مش احتكار العلم، بس تاني احنا في الطب دايما بنفصل العلاج على العيان. فالدواء اللي ينفع لفلان ممكن ما ينفعش على العيان. بالمناسبه احنا عندنا لنفس التشخيص مجموعه ادويه او مجموعه عائلات من الادويه بتعالجه. ليه مفيش دواء واحد بيعالج كل العيانين؟ يعني انت عندك كام دواء ضغط؟ لا كتير. عندك كام دواء سكر؟ برضه كتير جدا. اشمعنى بنقي العيان ده الانسولين وبنقي العيان ده ادويه اقراص؟ عشان حالته محتاجه ده. بالظبط كده. فالدكتور هو دايما اللي بيقرر، كان بيحط خطه العلاج بتاعته عامله ازاي. في اضطرابات النوم في ادويه مؤذيه جدا جدا وما ينفعش تتاخد، ولو اتاخدت حقيقي ممكن تودي بحياه المريض، لان هو ما يعرفش ان عنده المرض التاني ده، هو ما بينامش لانه عنده مثلا انسداد تنفسي اثناء النوم. فكل اللي هعمله ان انا هروح بديله دواء ينيمه، انا دهورت حالته زياده، ما ساعدتوش، وممكن يحصل له حاجه كبيره. حصلت، شفناها كتير فعلا. دي حاجه مؤلمه جدا، ان حد يكون عنده، اصل ده كلام خطير، يعني ممكن حياه بني ادم تروح وهو مش عارف بسبب مشاكل في نومه. بالزبط. بسبب ان عنده مرض هو مش عارفه، اللي هو الاختناق، اللي هو دكتوره هو ده سليب ابنيا. ده السليب ابنيا. هو ده السليب ابنيا، اللي هو السليب ابنيا اللي هو اختناق اثناء النوم. بالظبط. طب بس هو اكشولي مش بيتخنق صح؟ هو لو بيتخنق ده كان حد بيقعد على نفسه يقفل رقبته كده ويفكها. طب انا اعرف منين ان انا عندي الكلام ده؟ ممكن انا ابقى عارف لوحدي، ممكن حد يجي يقول لي. يعني لو حد شاف نفسي بيتقطع بالليل وانا نايم وقال لي الصبح على فكره نفسك كان وحش قوي وانت نايم بالليل، او انا بقالي فتره بشخر، او بقى عندي ارتفاع في ضغط الدم بدون سبب مبرر. اوكي. دي علامه ان انا عندي مشكله في النوم.
راديو ميد. ساعتها الجا برضو المتخصص، بالظبط. وغالبا بيكون طبعا المفروض طبعا يعني يفضل يكون حد من الجامعه، يعني طبعا ده حاجه يعني معروفه. الناس اللي بتبقى درست والناس اللي بتبقى عملت ريسيرشز والناس اللي عملت يعني ابحاث في القصص دي بس مش كل دكاتره امراض مخ والاعصاب بيبقوا فاهمين في حته امراض النوم. لا ده تخصص دقيق. تخصص يعني دقيق. زي مثلا اضطرابات الحركه، مش كل الناس بتعرف تعالج مم، اضطرابات الحركه. يعني كل واحد بيبقى ليه نقطه قوه بيشتغل فيها. هو معظم العلم اتاتشد للجامعات اكتر، او الحاجات المعقده دي يمكن عشان هي ملهاش جماهيريه او شعبيه كتير زي تخصصات تانية، مم. فبتفضل حكر على الاكاديميين لفتره. بس اعتقد هي مساله وقت، وفي ناس كتير هتبقى هتتعلم اتمنى الموضوع. ان الناس تبقى واعيه اكتر هو طبعا بكلمة ان الناس تبقى عارفه العلوم دي، خصوصا العلوم تعتبر جديده سوفار على المستمعين. يعني انا يعني اعتقد ان الناس كتيره جدا ما تعرفش ان في علم اسمه علم النوم، وامراض اسمها الامراض النوم. وبالذات في حته الاختناق اثناء النوم دي برضو ابتدت زي ما حضرتك بتقولي كده بتظهر كتير. كتير الناس جداً. بتنام تقريبا على مخدات عاليه الله او ينور. وكل شويه تصحى او ونومه مقطع كتير ونومه مش لاقي مقطع. تفسير، او بيصحى بالنهار ينام على نفسه بالنهار، او تلاقيه صاحي بيسقط كده على بيسقط نفسه. كتير، مم. او بيصدع وهو صاحي الصبح ومش بيفوق، مم. وبيحتاج يشرب كافيين طول النهار عشان يفضل فايق. مم. ده مش العادي. ده مش العادي. المفروض انام 7-8 ساعات بتوعي، اصحى فايق. ايا كان عدد الساعات اللي بشبع بعدينهم، بس صاحي فايق مش محتاج انام تاني. والساعات دي بتختلف من شخص لشخص. طبعا في يعني ناس ممكن بعد بتنام 3-4 عدد ساعات أقل. افوق. 4 قليل قوي قليل. قوي، مم. يعني ده قليل جدا. انما يعني بنتكلم اراوند 6 ساعات مثلا في شخص ناضج. 6 ساعات اوكي بالنسبه لي. في واحد تاني بعد 10 ساعات هيفوق ويبقى كويس. مش كده، ده مش غلط وده مش غلط. في تريكه لطيفه ممكن الناس تعملها. راقب نفسك يوم الجمعه الصبح، اللي هو عاده معظم الناس اجازه ما عندهاش حاجه. مم. انت بتصحى الساعه كام من غير ما حد يقرب لك، من غير ما تظبط منبه. في ناس بتصحى على ساعتها البيولوجيه العاديه 7-8 الصبح يوم الجمعه، مظبوط. وفي ناس ما بتصحاش الا على الصلاه. صح. ده عدد الساعات اللي ناقصني من النوم وكنت محتاجه. راديو ميد. طب سؤال، هل موضوع التعود على صحيان في وقت معين هيخليني حتى في وقت الاجازه اصحى في نفس الميعاد ده؟ بالظبط. ده كلام حضرتك قلتيه دلوقتي. ده حقيقي مظبوط. ودي علامه صحيه مش غلط. عادي مفيش مشكله، بس بما لا يضر بقيه وظائف حياتي. ومش لدرجه ان انا اصحى اقلب النهار ليل والليل نهار. مم. ولما ارجع تاني بعد الاجازه مثلا، او راجع المدرسه على بدايه العام الدراسي، ما اجيش بقى ليله المدرسه واظبط النوم. لا، احاول اخر اسبوع اعدل مواعيد بالظبط. نومي، بحيث ان احنا ما تبقاش معركه في اول اسبوع في الدراسه، او اصحى في اول اسبوع في الدراسه مدروخه. مظبوط. طيب حته بقى ان انا ما نمتش طول الاسبوع في حاجه على يوم الخميس ده او الجمعه واعوض، هل في حاجه اسمها تعويض؟ ممكن. في. والمخ الحقيقه بيجبر الشخص على انه مم. يعوض النوم. لان انا لو عدد الساعات اللي انا بنام مثلا مطبق عليه كذا يوم عندي امتحانات، او بنام عدد ساعات قليل 4-5 ساعات، عند ثالث لخامس يوم كل بني ادم غير التاني بيضطر يعوض الديون اللي عليه. لازم ينام عدد ساعات اكتر عشان يعوض اللي ضاع منه. مم. فدي بتبقى لقطه مهمه جدا. والمخ بيجبر يعني ما بيسيبش بني ادم ما ينامش، لان قله النوم خطر جدا، مم. حاجه قاتله. عايزين حته فاني كده يا دكتوره في الموضوع. هل في حد ما نامش خالص طول حياته، او يعني يعني قعد كتير ما ينامش؟ لا بالعكس، بس هو في حاجه مش فاني الحقيقه. يعني مثلا دي واحده من طرق التعذيب، انك تحرم الناس تعذيب. من مظبوط. يا كي جي سلام. بي كان بيعمل الحركات دي زمان ايام مم. الاتحاد السوفيتي في عزه. يعني كان دي من ادوات التعذيب المعروفه، ان انا احرم الشخص ده من النوم. طب ودي تؤدي بيه بقى لايه؟ ممكن يحصل يا له ايه؟ هيفقد عقله يا هيفقد حياته. من قله النوم او من منع النوم مش منع. قلته. وهو يعني كانوا بيسموهم حاجه اسمها سليب ديبرايفد، اللي هو تشم النوم وتصحى. تخيل بقى حد كل ما انت تغفل يروح مصحيك. لا دي لما عكنانه جامده أوي. مظبوط جدا، تبقى عكنانة عكنانه جامدة جامده جدا. انما حد عاش عمره كله ما حصلتش. العكس بقى مؤشر وحش. لو قعدنا فترات طويله ما بننامش خالص، يعني ان الصحه هتتدهور بسرعه. عارفين الشخص ممكن يجرى له حاجه. راديو ميد. يبقى احنا كده يا دكتوره جداء يعني اتكلمنا في حاجات كتيره جدا، من ضمنها ان يا جماعه خلي بالكم ان اضطرابات، ان النوم ده علم اسمه طب النوم، صح كده يا دكتوره؟ بالظبط. وان هناك مشاكل ممكن تحصل في موضوع النوم، ما ينفعش ان احنا نسيبها. وعرفنا ان لازم يكون في ساعات نوم معينه احنا لازم نشبع ننامها. نوم. نشبع نوم. بالظبط. احنا بقالنا كتير فعلا الواحد خصوصا يمكن برضو بعد موضوع الساعه دي نومه متلخبط. هو طبعا كل شغلانه غير التانيه فبتلخبط، فلازم يعوض بقى. حته التعويض اللي حضرتك قلتيها انا شخصيا كنت فاكر انها كلام بيتقال مجازا، كلام عامي يعني، هو ايه يا عم عوض. انما انا كنت فاكر ان خلاص اليوم اللي راح من غير نوم ده راح. لا، الجسم ساعتها بيحتاج. وده عادي في خلال اول 3-5 ايام. يعني مثلا فرض حد مثلا عنده حادثه او ظرف مم. طارئ بيعمل عمليه، ودي حاجات برضو من الحاجات اللي بتاثر على النوم. الجسم في خلال 3-5 ايام زي ما قلت لحضرتك بيعوض اللي راح منه. مم. لو انا بدات اتعامل غلط مع النوم، الموضوع بيقلب بعد كده بارق مظبوط. مفهوم. اللي ينام 8 ساعات وبعد كده يصحى يلاقي نفسه عايز ينام تاني،
حضرتك قلت ان 8 ساعات از انف او كافيه ان الواحد او لناس 10 كتير، ساعات. لناس كتير بقى. طب لو حد صحى ولقى نفسه لا النوم بيستدعيه وعايز ينام، عنده فرصه ينام خير وبركه. ينام برضو؟ ما يستجيب عندوش، لولا يفوق لو ولا هو يروح لدكتور يظبط له القصه دي؟ لا الاول هو يجرب مع نفسه، يشوف هو ليه عايز ينام. لو عارف مثلا نام متاخر او بقاله كذا يوم ما بينامش كويس، يعني لو متفسره بالنسبه له كنبه. انما لو انا بصحى كل يوم مش عارف انام، دي علامه ان احنا هنحتاج مساعده في حاجه تانية، هنحتاج مساعده في هنحتاج خبير. مساعده. يعني الاول يشوف هو سبب اللي فيه ده ايه. ممكن يكون هروب، ممكن يكون نفسي، ممكن يكون واخد زي ما حضرتك قلت كده كافيين ولا قهوه او ريد بالظبط بول كده. او حاجه من الحاجات اللي هي في الانرجيتك ناس دي. بتسهر على كوكاز، يعني الحاجات اللي فيها يا سلام، كولاز يعني. بتاثر على المخ والنوم. وطبعا زي ما انت قلت كده حضرتك في اللقاء ان جميع الفانكشنز او الوظائف الجسم النفسيه والعضويه ممكن تتاثر لمجرد ان انا عندي اضطراب من اضطرابات النوم. ده حقيقي. ارق يبوظ، زياده نوم يبوظ، كوابيس تبوظ او تكرار الكوابيس، لان الكابوس حضرتك قلتي ان هو عرض صحي او يعني ده طبيعي. طبيعي، اسف بالظبط. انما تكراره بيضطر ان انا الجا لحد لحد أسأله. متخصص اساله، على الاقل مش هخسر حاجه، هساله هيجاوبني، يا يقول لي انت تمام مفيش حاجه، يا اما والا هيحصل زي ما حضرتك قلت كده مصايب. يعني من ضمنها انت قلتي في ناس فقدت حياتها او اتجننت بسبب مشاكل لو النوم. اجبرت على عدم النوم لفترات طويله دي حاجه مهلكه جدا للمخ. راديو ميد. تمام. طب عايزه تقولي ايه تاني يا دكتوره للناس علشان يستفيدوا او يفهموا اكتر عن المجال اللي انا بعتبره ان هو حديث؟ يمكن حضرتك تقول لنا يعتبر يعتبر مقارنه ببقيه فروع الطب هو جديد. مش يعتبر منتشر. جديد. حتى في العالم كله مش كتير قوي الناس اللي بتشتغل في طب النوم يعني. مم. دايما تسمع اشارات اللي جسمك بيبعتها لك. الجسم بيبعت لك اشارات، انت محتاج ترتاح، تدخل نام، نام ما تقوحش. مم. يعني لازم نبقى اذكياء في نوع من انواع الذكاء ليه دعوه بالصحه، الواحد يبقى واعي لصحته اكتر. ايوه. انت عارف ان انت مثلا اكلت كتير فمعدتك تعبت، هو بعت لك اشاره انك لازم تخفف او لازم تقلل. مم. الحاجات دي لازم نقراها عشان نعرف نتعامل معاها. وما نجيش على نفسنا. اه بس طبعا لو انا مثلا في اجتماع ولا حاجه وجالي النوم، اكيد ده اكيد مش هيحصل، يعني اكيد في العادي. ساعتها مش هقدر انام طبعا لان الموقف مم. غير ملائم. مظبوط. يعني دايما انا بقيم الموقف عامل ازاي، ينفع مظبوط. انام ما ينفعش انام، وقته مش مظبوط. وقته. يعني الناس اللي بتسوق على طرق سريعه وما ينفعش ينام. مظبوط. مظبوط. دكتورة جداء بجد أنا مستمتع بكلامك جدا، ولازم يعني إن شاء الله الحلقة الجاية نتكلم بقى فيها عن حاجات خاصة برضو بالنوم أو الكوابيس بقى والأحلام والحاجات اللي ممكن تكون الناس تبقى فعلا عارفة إن هي عايزة تسمعها. وهنخش بقى في حتة تفسير الأحلام وعلاقة الأحلام يعني أنت حاجة برضو ما لطيفة شاء الله جداً. عليك، أنا عارف إن أنت غاوية. يعني موضوع النوم ده حاجة من الحاجات اللي الواحد مش ما يقدرش يمسكها. يعني أنا ممكن أقول بطني وجعاني بطني، إنما النوم ده حاجة يعني أساسية. الف شكر لحضرتك. دكتورة والله جيداء أنا الاستضافة مبسوط الحقيقة. جدا جدا بحضرتك. الدكتورة جيداء فاروميكي، أستاذ أمراض المخ والأعصاب والأمراض النفسية وأمراض النوم ومتخصصة في طب النوم. بشكرك جدا جدا ونشوفك إن شاء الله المرة الجاية. ان شاء الله. شكرا ألف دكتورة شكر جيداء. لحضرتك. كتر خيرك. راديو ميد.